السلام عليكم متابعي قناة مقياس العقل. من أصعب الأشياء التي تتعلق بمظهرك اختيار قصة شعر المناسبة، فالأساليب عديدة ومختلفة، لهذا سوف تشعر بالضياع الكامل لأنك لا تعلم أي قصة تناسب لوجهك. تعرف معنا من المزيون على قصة التي تتناسب شكل وجهك، فقل وداعا للحيرة وطبق الشكل التالي: الوجه المربع. شكل الوجه المربع هو الشكل الذي يظهر رجولة الرجل بامتياز ويعبر عن قوة والاندفاع، فالأساليب تتعدد مع هذا الشكل، خاصة القصة التي تعمل على تخفيف الشعر من جانبين الأيمن والأيسر وترك الشعر في أعلى الرأس بنسبة أكبر. الوجه المستطيل. تتناسب العديد من التسريحات الشعر مع الوجه المستطيل، وهو يظهر أطول من أشكال الوجوه الأخرى، لذلك على قصة أن تكون مرتبة ودقيقة تحافظ على شعر منخفض بالجيل الخاص للشعر، كما يمكن تخفيف الشعر من جوانب. الوجه الدائري. الوجه المستدير يتطلب منك اختيار القصة العصرية الرائعة والتي تعتمد على أبرز الشعر لفت النظر، فالأسلوب المميز يكون في القصة التي تبقى طول الشعر كما هو في الأعلى للفت النظر وجذب النساء. الوجه الماسي. الوجه الماسي هو الذي تسيطر عليه العظام البارزة في الجبين وفي الدقن. قصة مناسبة تكون بإظهار الشكل الوجه الفريد من خلال الشعر المصفوف إلى الوراء بطريقة فنية. الوجه القلبي. إذا كان وجهك على شكل قلب، من الأفضل أن تنثر شعرك على وجه من الجبين كما تظهر في الصورة، أو بإمكانك تصفيفه إلى الأعلى شكل الوجه. هذا رائع ومناسب مع القصات الشعر المختلفة. وجه الثلاثي. الوجه المثلث يفرض عليك القصة التي تعتمد على كثافة الشعر الذي يغطي جبينك حتى العيون، سواء كان شعرك مجعد أو ناعم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى بالإعجاب واكتب رأيك في التعليق. اشتراك في القناة يدعمنا، لا تبخل في الاشتراك معنا لترى كل حصري وجديد في قناة مقياس العقل.